السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم مروة من قناة الطبخ احلى مع نغم. هنعمل مع بعض النهاردة التورتيه القمر دي بمكونات سهلة وبسيطة. هنعملها على شكل قلب من اسبونش مدور، من تورتيه مدور. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. التورتيه دي مقاس 18، بس ما شاء الله لما اتعملت على شكل قلب شكلها هيدي مقاس 20 25 كمان، ما شاء الله يعني. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه. التورتيه دي هديه مني لخطيبه اخويا حبيبه قلبي هاجر، ربنا يكمل لهم يا رب على خير ويسعدهم في ايامهم اللي جايه. يلا بينا نشوف الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم مروه من قناه الطبخ احلى مع نغم. هنعمل مع بعض النهارده التورتيه القمر دي بمكونات سهله وبسيطه. هنعملها على شكل قلب من اسبونش مدور، من تورتيه مدور. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه. التورتيه دي مقاس 18، بس ما شاء الله لما اتعملت على شكل قلب شكلها هيدي مقاس 20 25 كمان، ما شاء الله يعني. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه. التورتيه دي هديه مني لخطيبه اخويا حبيبه قلبي هاجر، ربنا يكمل لهم يا رب على خير ويسعدهم في ايامهم اللي جايه. يلا بينا نشوف الوصفه. الثلاث بيضات في صينيه مقاس 18. حطيت هنا 3 بيضات وباكيتين، 2 باكيت فانيليا، وحطيت نص كوبايه سكر. هضربهم مع بعض بقى لحد ما السكر يدوب. حطيت هنا معلقه صغيره بس مليانه جدا هرميه محسن جل شفاف، معلقتين محسن جل شفاف او معلقه كبيره من بتاعه الاكل، وهضربهم لحد ما يعمل فوم زي كريم شانتيه ونرجع مع بعض تاني. طبعا بعد ما خليط البيض عمل المنقار ده كده وفضل ثابت، هنضيف عليه نص كوبايه ميه من الحنفيه مره واحده كده، وهنرجع نضرب الخليط كده، هيسيب وهيرجع يمسك تاني. انا حطيت هنا كوبايه ونص من بتاعه الميه آه، دقيق، ولازم تنخليه. وحطيت هنا برضو ربع كوبايه ما يعادل معلقتين كبار من بتوع الاكل هرميين نشا، يعني ربع كوبايه. يعني المجمل كله بتاع المواد الجافه في المقدار بتاع ال3 بيضات كوبايتين الا ربع، يعني كوبايه ونص دقيق وربع نشا. وحطيت هنا معلقه صغيره من بتاعه الشاي مليانه هرميه زي ما انتم شايفين كده. كيك شيف البيكنج باودر بينفش برضو كل حاجه، بس بيغمق الاسبونج. الكيك شيف بينفش والكلام ده كله، بس بيخلي الاسبونج فاتح. وانا نسيت احط في الخليط بتاع البيض معلقه كبيره خل، فهحطها دلوقتي عادي قبل ما احط الدقيق. في الوقت ده انا كنت ولعت الفرن على درجة حرارة 180، او لو مفيش عندكم ارقام في الفرن يبقى درجة حرارة متوسطة. انا الحقيقة اول مرة اعمل المعيار ده لوحده كده. انا دايما كنت بعمل معيار ال7 بيضات في الصواني اللي عندي. بس انا المره دي هعمله في حاجه ستانلس. اول مره اجربه في حاجه ستانلس، واول مره اصلا اعمل 3 بيضات لوحدهم كده. كنت دايما شغاله بمقدار ال7 بيضات واعمل بيه السبونش اللي انا عايزاه، ولو اتبقى مني حاجه احطها في الفريزر على مقاس الصاج اللي عندي اللي هو ال40 في 50 ده. هحط هنا الخليط بقى بتاع الدقيق والكيك شيف والنشا واحده واحده كده، واضرب على اهدى سرعه. يا اما تعملها بالسباتيولا، المهم ما تخرجيش الهواء اللي انت دخلتيه، وتحطيه على مرحلتين او 3 على حسب بقى ما انت هتحطيه ازاي. بس اهم حاجه تضربها في اتجاه واحد. انا هعمل المره دي حله او صينيه مقاس 18، مقدار 3 بيضات. لو مقاس 20 هيبقى مقاس مقدار ال4 بيضات. هيبقى نفس كميه المكونات دي كلها، نص كوبايه سكر ونص كوبايه ميه ومعلقه صغيره كيك شيف ومعلقه كبيره محسن جل. بس 4 بيضات، وبدل كوبايه ونص دقيق هتحط كوبايتين الا ربع دقيق، وربع النشا برضو موجود. يعني المجمل بتاع ال4 بيضات اللي هو مقاس 24 في حل 24، المجمل بتاعه
كوبايتين بالظبط مواد كافة. ده المجمل بتاعه بالنشا كوبايتين الا ربع. هضربها بقى وارجع لكم. هحط هنا اخر كمية من الدقيق. نسيت اقول لكم، لو انتوا عايزين تعملوا الاسبانش بالشوكولاتة تشتغلوا معلقتين من الدقيق، عفوا عندي بس برد في زوري. تشتغلوا معلقتين من الدقيق وتحطوا معلقتين كاكاو خام اسباني، وتعملوه في مصفى، علشان دايما بيبقى فيه كتل كده من الرطوبه اللي فيه. وبيجي ساعات والله انا ما بشتغلش اصلا معلقتين الدقيق دول، يعني على حسب. افتكرت اشتغلهم قبل ما احط الشوكولاته الكاكاو، بشتغلهم ما اشتغلتهمش، ما بيفرقوش يعني. ممكن تحط قصادهم معلقه ميه لو انت مش عايزه تشتري معلقه الدقيق دي، معلقتين الدقيق دول، وتحط الشوكولاته الخام البودر، وتحط معلقه ميه قصادها عادي، مش مشكله. انا حطيتها هنا في العلبه الستانلس، اللي هي العلبه بتاعه المضرب الكهربائي اللي كان عندي في الاول، اللي هو كان اتحرق ده. هي غويتها وكل حاجة، يعني العمق بتاعها كبير، بس انا برضو زودتها بورق الحراري زي ما انتم شايفين كده، بورق الحواوشي. عملت ده مجوز 2 كده، واحدة كبيرة كده طبقتها بالطول كده مجوز، يعني هي خدت مني 2.5. وعملت برضو واحدة قطعتها على شكل مثلث كده، قسم نص الدايرة بتاعة القطر بتاع القاعدة، وقطعتها على شكل مثلث، والبقى من الورقة نفسها حطيته في القاعدة برضو تحت الدايرة، علشان انا اول مرة اعمل في الستانلس ده، وخايفة انها تتحرق مني. وكمان انا ببقى اعمل في الصاج، بحط الشبكة بتاعة الفرن في النص، بحط تحت منه صاج فيه مية او صينية فيها مية، عشان برضو الصاج ما يتحرقش. فده مش مكفي ان انا احط الشبكة في النص، فانا خليت الشبكة على اول حاجة من تحت خالص، وخليت النار متوسطة على درجة 180 كده، واحطها دلوقتي معاكم في الفرن، وهنشوف هتاخد قد ايه، وربنا يسترها وما تتحرقش بقى. هقول لكم لما تطلع هي خدت قد ايه. وهوريها لكم برضو ان كان حصل فيها اي حروق او اي حاجه من كده، عشان الستانلس يعني ده اول تجربه ليا برضو معاكم، هنشوف ونقول النتيجه ايه. دي مش حله، ده حاجه ستانلس كده، دي اللي هي الحله بتاعه المضرب اللي هو بتاعي القديم، المضرب لونه كان لونه فضي كده، كنت بشتغل بيه في الاول في بدايه الشغل بتاعي في الاول، بس كان اتحرق، فكنت بستخدم بقى الحله دي، فبضرب فيها مثلا لما اكون هضرب كوبايتين كريمه مره واحده او حاجه، يعني بتاخد كميه كبيره شويه. عملت فيها، كانت اول مره اشتغل فيها في الاسبونج، كنت خايفه لا تحرق الجوانب، فكنت مخليه الورقه تبقى مجوز، يعني تانية الورقه مجوز، علشان برضو تبقى الحراره مش واصله للاسبونج اوي. ما شاء الله، دي مقدار 3 بيضات، مقاس 18 الحله دي. عملت لي التورتيه ده هتطلع 5 ديسكات محترمين يعني، هتشوفوهم دلوقتي. بقشر طبعا اي حاجه يكون لونها غامق شويه، زي ما انتم شايفين كده بالترانش. الترانش ده حلو جدا، سواء في تقطيع تورت، او في جاتو، او اي حاجه من الحاجات دي، بجد اللي بيشتغل ما يقدرش يستغنى عنه. انا كنت بقشر الجوانب كده برضه، عشان لو كان فيها اي حاجه فيها لونها غامق شويه عن الاسبونج. خدت مني ساعه الا ربع. بشتغل بضرب المكونات، وقبل ما بحط الدقيق وقبل ما انخله، لان انا بنخل الدقيق بعد ما بضرب البيض، على اساس ان انا ادي وقت للمضرب ان هو يرتاح. وانا قبل ما ادخل الدقيق بولع الفرن بقى درجة حرارة 180 او درجة حرارة متوسطة، لو مفيش عندك ارقام في الفرن. الكلام ده قلته في كل الفيديوهات اللي فاتت. خدت مني ساعة الا ربع بالظبط. قطعت هنا 5 ديسكات. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. يا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. وبالهنا والشفا. يا ريت اللي لسه مضغطش على الاشتراك يضغط على الاشتراك، عشان عايزه عيلتي الصغيره الجميله دي تكبر بيكم يا حبايب قلبي. بالهنا والشفا.